اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيديو مع بعض، فيديو حلو جدا جدا، اتسالت عليه كتير جدا جدا جدا. اعتقد مش هتلاقيه على اليوتيوب. فيديو النهارده عن المنفحه. ايه هي المنفحه وبجيبها منين وازاي اخزنها وبكام؟ طب ايه اللي قدامنا ده؟ اللي قدامنا دي منفحه جديده انا لسه هعملها، جايباها اوريها لكم. ودي منفحه عندي خلصت خلاص، فاضيه بقالها حوالي 4 سنين. اوريكم الاول الفاضيه اهي. دي المنفحه الفاضيه بقالها بنقول 4 سنين، فضيت ما فيهاش حاجه خلاص. ودي منفحه النهارده اللي انا هعملها معاكم. طيب الاول ايه هي المنفحه؟ بنجيبها منين؟ سعرها قد ايه؟ وازاي احفظها؟ الفيديو هيبقى عباره عن كده. اول حاجه المنفحه دي اللي هي المعده بتاع سوري يعني الجاموسه الصغيره، البيبي اللي لسه مولود، اللي هو اللي بيقولوا عليه العجل. عارفين لحمه البتلو؟ هي دي بتاعه البتلو. لما بيذبحوا البتلو اللي هو الجاموسه الصغيره، لما بيذبحوها دي المعده بتاعتها. المعده بتاعتها ما بتهضمش اكل، بتهضم لبن لانها بيبي رضيع. اللبن لما هو البيبي بتاع الجاموسه بيرضع، فاللبن زي بالظبط البيبي اللي عندنا، اللي كلنا بنشوف بيبيهاتنا بتبقى عامله ازاي. بيرضع فاللبن بيتجبن، مش بعد ما بيرضع، لو بعد الشر رجع بتلاقي اللبن اتجبن. هو ده اللي بيحصل بالظبط في معده البيبي بتاع الجاموسه او البقره. بيرضع من مامته، بعد ما بيرضع اللبن اللي رضعه بيبتدي يتجبن ويعمل كتل. الكتل دي هي المنفحه اللي انا باخدها، دي المنفحه البلدي اللي انا باخدها وبعمل لها معالجه معينه وبحتفظ بيها سنه واثنين وثلاثه واربعه. طيب بالنسبه للجلده نفسها اللي هي المعده نفسها اهي، شايفه دي المعده بتاعته نفسها. بجيبها منين؟ طبعا كده بجيبها من الجزار اللي بيذبح البتلو. في طبعا انت لو مش هتجيبيها على بعضها وبنحتاج حاجه بسيطه، بشتريها من فلاحه بتكون جايبه دي وعالجتها المعالجه اللي احنا هنعالجها مع بعض، وابتدت تاخد اللي جواها وتبيعه. لكن انا لا، انا عايزه احتفظ بيها في بيتي، هخزن بيها الجبنه زي ما وريتكم في فيديوهات قبل كده لمده سنه واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما اخلصها. فبجيبها من عند الجزار اللي بيذبح البتلو. طب بجيبها بكام؟ واجيبها امتى؟ اول حاجه انا دلوقتي احنا في شهر في اول 8 تقريبا اهو. هي رخيصه جدا دلوقتي. ليه؟ لان مفيش خزين جبنه في الصيف. خزين الجبنه زي ما اتفقنا في فيديوهات قبل كده بيبقى في الشتاء، بيبقى في طوبه، بيبقى في شهر 1 2. دي احسن جبنه بتخزنيها. فبالتالي في الفتره دي بتبقى غاليه جدا. المنفحه دي اللي هي القديمه انا كنت جايباها من حوالي 4 سنين او 3 سنين مش فاكره، كانت ب 400 جنيه. طيب دي انا جايباها النهارده بكام؟ دي انا جايباها النهارده ب 120 جنيه. شفتي الفرق قد ايه؟ وممكن لو حد يعني بيعرف يفاصل كان ياخدها اكتر، اقل من كده، بس لان انا مش بعرف افاصل فيعني خدتها ب 120 جنيه. فدلوقتي هي رخيصه جدا. يبقى جبتها من الراجل اللي بيبيع البتلو الجزار وخدتها ب 120 جنيه. وازاي هحفظها بقى؟ هنشوف الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هطلع محتوياتها وازاي هعالجها وهحفظها. اما الجلده نفسها اللي هي دي، بعد ما بفضي المحتويات وهنرجعها مع بعض في الجلده، بروح رشاها كلها بالملح. لازم اغطيها كلها بالملح من بره كده، وبعد كده احطها في كيس، وبعدين من جوه كيس، واروح احطها في التلاجة عشان ما تطلعش ريحه. هنقفلها كويس باكياس كده محكمه ونحطها في علبه او في بوله لانها بتنشع ميه، واروح حطها مش ميه، من السائل اللي جواها، واروح حطها في ايه؟ في التلاجة. كل ما بحتاج باخد برطمان اخلصه، افتحها واخد برطمان تاني لغايه ما اخلص الايه؟ المنفحه بتاعتي. نشوف بقى ازاي هنعملها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تتابعوني وتشوفوه.